ادفع الافطار. اضرب. كان صاروخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في جوجر العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة من جوجر العلوم، وحلقتنا النهاردة هتكون عن حاجة اتعملت بالصدفة، حاجة كلنا عارفينها وحاجة أساسية في رمضان، ألا وهو يا صاحبي مدفع رمضان. محمد رمضان، مدفع رمضان. تمام. مدفع رمضان بوم. لا مش هو ده مدفع رمضان الحقيقي بتاع زمان، المدفع اللي انت كنت بتسمعه قبل أذان المغرب، والمدفع اللي كمان بيضرب قبل أذان الفجر. والغريب في الموضوع إن المدفع ده حصل عن طريق الصدفة، وإن القصة بتاعته قصة غريبة جدا. فيلا بينا نقولها لك. وعشان نعرف القصة تعالى بقى كده نرجع ورا شوية في القرن ال15 في العصر المملوكي سنة 865 هجرية. السلطان ساعتها خوش قرر، وده كان المملوك اللي ماسك البلد واللي كان ماسك مصر ساعتها. والصدفة البحتة كان جايب مدفع جديد وحب اللي هو يجربه، وصدفت وهو بيجربه ساعتها أذان المغرب. ولما ضرب الصاروخ ده الناس اتفزعت، وأول ما طلعت لقيت أذان المغرب، فقالت بس ده هو عامله عشان أذان المغرب، ودي حاجة عملها في رمضان جديد وطقوس جديدة بيعملوها في البلد. وفضلوا هيصوا بقى وخدوا بعضهم وعملوا حشود عند قصر الملك، لدرجة إن الملك ساعتها أصلا ما كانش عارف دول واقفين ليه، يعني بيتظاهروا ولا دي ثورة ولا إيه، في إيه في البلد. عارف اللي هم كانوا متجمعين بمناسبة المدفع اللي هو ضربه على ليل المغرب، اللي هو بيحسبوه أصلا هو اللي ضربه، فقال لهم أيوه فعلا أنا أقصد كده وهنعملوه كل يوم والدنيا هتبقى تمام. أيوه أنا فعلا اللي عملت كده. من ساعتها بقى وهو بيضرب المدفع ده على أذان المغرب بالظبط، يضرب المدفع والمغرب يأذن، ونفس الكلام على أذان الفجر، يضرب المدفع والفجر يأذن. ولكن المشهور أكتر هو مدفع الفطار بتاع المغرب. في ناس بقى طلعت قالت لك لا القصص دي كلها مش حقيقية. القصة الحقيقية إن في عهد الخديوي إسماعيل كان ساعتها جايب مدفع جديد وحب يجربه، وصدق الوقت ده وقت أذان المغرب، نفس الصدفة برضه سبحان الله كلها فرحت. وقالت لك أكيد الخديوي إسماعيل هو اللي عمل كده عشان أذان المغرب. ولما تاني يوم عدى والمضرب ده ما اتدفعش، راحوا قالوا له ان هم ساعتها بيحسبوا اللي هو يضربوا كل يوم، فلقاها حاجه حلوه والشعب كله عايزها فحب يعملها. ايا كان القصه الحقيقيه فين، فالاكيد ان مدفع رمضان ده طلع من مصر وبدأ من مصر، ومنها طلع بقى على دول الخليج، القدس ودمشق وكذا مدينه كانت بتعمل نفس العادات بتاع مدفع رمضان ده، لحد ما انتشر اكتر ووصل لتشاد ونيجيريا في افريقيا. وبقى معظم الدول الإسلامية عندها طقوس عادة رمضان هو مدفع رمضان قبل أذان المغرب. ولكن بقى خليني أقول لك وأسألك سؤال، هل تعرف مدفع رمضان ده بيضرب نار حي ولا صوت بس في شنك يعني؟ خليني أقول لك إن أول ما بدأ مدفع رمضان ده في الأول كان بيضرب نار حي. الكلام ده من قريب كده في الأربعينات والخمسينات كان المدفع والنار اللي جواه هو نار حقيقية، كان المكان اللي بيتضرب منه المدفع هو القلعة. ولكن بقى خليني أقول لك واسألك سؤال، هل تعرف مدفع رمضان ده بيضرب نار حي ولا صوت بس في شنك يعني؟ خليني اقول لك ان اول ما بدأ مدفع رمضان ده في الاول كان بيضرب نار حي. الكلام ده من قريب كده في الاربعينات والخمسينات كان المدفع والنار اللي جواه هو نار حقيقية، كان المكان اللي بيتضرب منه المدفع هو القلعة. ولكن الجيران اللي كانت ساكنه حوالين القلعه كانوا بتنزعج جدا من صوته، زائد كمان ان كان في خطوره على حياتهم عشان المدفع ده ممكن يدمر اي مبنى فيهم. وفي حلول غالبا كده السبعينات او الثمانينات اتغير المدفع لصوت في شنك، بيتضرب في مكانه وفي القلعه وكل حاجه، ولكن بدلوا المدفع نفسه الحقيقي بمدفع تاني بيقدر اصوات في شنك. كده تكون عرفت قصه المدفع وبدايته كانت ازاي. لكن صدفه حلوه جدا عشان اشوف التراث الحلو ده، الحاجه اللي بتميز رمضان، الحاجه اللي بتحب تسمعها قبل اذان المغرب على طول هو صوت مدفع الافطار، وبعد كده تحب تسمع اذان المغرب بصوت محمد رفعت. ادفع الافطار. اضرب. في النهايه اكيد كلنا بنحب مدفع رمضان وبنحب نسمعه بالفطار، فما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه. كان معاكم محمد السيد في جوكر العلوم.